بسم الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ عايزين النهارده نعمل مع بعض احلى مربى برتقال. نستغل موسم الشتاء وناخد الفاكهه بتاعتنا ونعملها مربات عشان نحتفظ معانا بيها طول السنه بتاعتنا. نستعملها كأنها موجوده معانا طول السنه، وهنعملها بطريقه سهله، مكونات بسيطه جدا، مش هنضيف اي اضافات زيادة. عندنا هنا تقريبا كيلو ونص من البرتقال، هناخده هنغسله كويس. عايزين الطبقة الخارجية بتاعته دي نضيفة جدا، هناخدها نغسلها كويس، وبعد كده نقشر البرتقال بتاعنا من القشرة الصفرة بتاعته، واي زوايد بيضة احنا مش عاوزينها. الطبقة البيضة دي كلها احنا مش محتاجينها. عايزين نخلي البرتقال الفصوص، هناخدها اللي هو اللحم بتاع البرتقال هنخليه من الغلاف بتاعه، يعني عايزين الفصوص من غير الطبقة البيضة بتاعتنا دي. عايزين اللحم نطلع نستخدم لحم البرتقال بس، يعني او قلب الثمرة بس، مش عايزين القشور البيضة اللي هو الغلاف الابيض ده، مش محتاجينه معانا في البرد. زي ما انتوا شايفين كده طلعنا الفصوص، طلعنا منها القشر الابيض ده احنا مش محتاجينه عشان نستخدمه في المربى بتاعتنا. وبعد كده عندنا القشرة الصفراء اللي هي القشرة الخارجية ديت، هننضفها من الطبقة البيضة اللي هي مغطياها. مش محتاجين الطبقة البيضة دي خالص، احنا نحتاج برضو القشرة الصفراء دي معانا في المربى. هنشيل كده الطبقة البيضة وهنستخدم القشر بس. طبعا القشور دي بتاعتنا احنا غسلناها كويس جدا، وناخدها نقطعها قطع صغيرة او حجم اللي حضرتك تحبيه. وبعد كده ناخدها في حلة بتاعتنا، ناخدها نسلقها معانا، نديها غلوة تقريبا من 10-15 دقيقة عشان تنزل المرارة بتاعة القشر بتاعتنا. وبعد كده هنستعمله القشر ده هنستعملها معانا في المربى. يبقى كده احنا بنغليها تقريبا من 10-15 دقيقة، وبعد كده ناخدها نستعمل القشر ده بتاعنا بعد ما نصفيه ونشطفه معانا، هنستخدمه في المربى. ده اللحم بتاع البرتقال ده اللي طلع من الكيلو ونص، وهنضيف عليهم القشور اللي احنا غسلناها بعد ما سلقناها، هناخدهم نضيفهم على البرتقال بتاعنا، وهنضيف على الكمية ديت تقريبا كوبايتين من السكر، ونسيبهم تقريبا من 2-3 ساعات تنزل الفاكهة بتاعتنا، تنزل المية بتاعتها. وبعد كده هنستخدمها نسويها على طول عشان ما نستعملش مية إضافية. وبعد كده نرفعها على النار تقريبا نص ساعة، الفاكهة بتاعتنا تستوي والمية اللي فيها تتبخر، بس مش للآخر، يعني تتبخر تقريبا 3/4 نسبة المية اللي فيها هتتبخر، هتغلي معانا وتتبخر المية لحد ما تجف 3/4 نسبة المية. وهي بتغلي طبعا وهي بتستوي، أي ريم أبيض أو أي رغاو من الرغاو البيضة ديت هنشيلها معانا، ديت آخر مرحلة. وخلاص بعد كده هنرفعها من على النار. خلاص استوت معانا تمام، خلصنا كده تسوية المربى. هنسيبها تبرد شوية وبعد كده نعبيها في البرطمانات بتاعتنا ونستعملها معانا طول السنة، نحطها في التلاجة بتاعتنا ونستعملها طول السنة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكلها ممتاز. سويناها ما خدناش اضافات غير يا دوبك السكر بس، ما ضفناش اضافات تانية عليها، ونحتفظ بالبرتقال بتاعنا معانا طول السنة. ممكن تخزنيها كده كمربى تستعمليها لفطارك وسحور زي ما انت عايزة. خلص الفيديو بتاعنا، لو عجبكم ما تنسوناش بقى باللايك والشير. وديت المربى بتاعتنا بعد ما بردت ما شاء الله شكلها جميل وقوامها ممتاز زي ما انتوا شايفينها كده. بالهنا والشفا. متنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، تدخلوا عندنا القناة وتتابعونا وتشوفوا الفيديوهات اللي فيها وان شاء الله هتعجبكم. وكل لحظة وحضراتكم طيبين.